السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. يا رب تكونوا بخير وصحة ان شاء الله. النهاردة جايبه لكم مشروب جميل جدا. بالنسبة للناس اللي بيعملوا دايت او عايزين منطقة البطن تختفي، وكمان حلو جدا لو شربتيه قبل الفطار في رمضان، بعد طبعا ما تفطري على التمر زي سنة الرسول عليه السلام. هتشربي المشروب ده، فوائده فظيعة. طبعا احنا عارفين الليمون لما بنشربه بيدينا احساس بالشبع، والنعناع بيشيل الغازات لو في حد قولونه تعبان او كده. النعناع طبعا بيهدي القولون وبيطرد الغازات، هو والليمون بيخلوا موضوع الهضم اسهل واحسن. والجنزبيل طبعا عارفين انه جميل جدا، بيساعد على حرق الدهون وكده. فلو شربتي المشروب ده قبل الفطار، بالذات بقى في الاكلات الدسمه اللي بناكلها في رمضان، ان شاء الله ان شاء الله موضوع الدهون ده مش هيتركز في الجسم. والمشروب ده كمان حلو قوي لو اتشرب قبل الفطار في الايام العاديه. يعني تصحي من النوم بدل ما تشربي ميه على الريق مثلا، زي الناس بتشرب ميه دافيه او 4 كوبايات ميه على الريق، تشرب المشروب ده طبعا. وهو برضو زي الميه بالليمون اللي قلنا عليها، بس افضل كمان لان مضاف ليه جنزبيل ونعناع، وطعمه جميل جدا وبيتباع جاهز هنا. بس طبعا الجاهز بيبقى فيه مواد حافظه وكده، طبعا ده هيبقى ان شاء الله من غير اي مواد حافظه ولا كده. هنعمل المشروب مع بعض. طبعا الخلاط عالي معلش فمش باين. هنقطع الجنزبيل شرايح كده ونحطه في الخلاط عشان نخلطه كله سوا. ممكن تعملي الكلام ده كده وتحطيه من بالليل يتنقع في ميه، في لتر ميه مثلا على حسب الكميه اللي عندك. هتكتري، ممكن تعملي لترين. لو الكميه دي مثلا تعملك لتر بس. انا بفضله كده، بحس ان انا باخد كل الفوائد من الحاجه افضل، وكمان بيبقى فريش وطعمه احلى بكتير. طعمه جميل جدا. نسيت اقول لكم النعناع يبقى الورق بس، ما تاخديش فيه العروق بتاعه النعناع علشان ما تعملكيش طعم مر. وهنضرب ثانيه واحده. بس كده هنصفيه بقى. بجد ما تتصوروش قد ايه المشروب ده جميل، طعمه لذيذ جدا وبيغنيكي جدا عن الحاجه الساقعه، عن المياه الغازيه ما بتبقيش محتاجاها ابدا. وكمان بيقلل العطش، يعني لو عطشانه بقى بعد الفطار عارفين بنشرب كميات ميه رهيب. المشروب ده هيغنيكي عن كل شويه تشربي ميه. حطينا معاه تلج كده، طعمه فظيع. اللي ما بيحبش الحاجه من غير سكر يقدر يحط عليه معلقه عسل نحل لو بتعملي رجيم. لو شرباه بس للفوائد اللي فيه، ممكن تحطي عليه معلقه سكر عادي او عسل ابيض او سكر دايت، برضو بيبقى جميل جدا. مهما اقول لكم قد ايه هو لذيذ مش هتصدقوا. كمان مفيد جدا جدا، بيريح المعده والقولون بشكل فظيع. طبعا الناس اللي معدتهم تعبانه بلاش الليمون، لان المعده التعبانه القرحه او كده عافاكم الله طبعا غلط عليها الليمون. الناس اللي ضغطهم عالي او مرضى الضغط ما ينفعش يشربوه علشان الجنزبيل، لازم يشيلوا الجنزبيل منه ويستعملوا الليمون والنعناع فقط، بيبقى جميل جدا برضو. لازم تجربوه ويا ريت تعملوه من عاداتكم. تكون عاده نصحى من النوم نعمل مشروب جميل زي ده، او قبل الفطار ان شاء الله في رمضان بعد ما تفطري على التمر. ان شاء الله مفيد جدا وهيعجبك، وان
ان شاء الله هيقلل من امتصاص الدهون في الجسم. وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ويعجبكم يا رب. صلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.